إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، جلالة الملك محمد السادس يبعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يلي متابعينا الكرام نص الرسالة التي وجهها جلالة الملك بخصوص الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى فخامة السيد بنيامين نتنياهو الوزير الأول لدولة إسرائيل، أكد فيها جلالته على أن القرار الهام لدولة إسرائيل بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية في مدينة الداخلة هو قرار صائب ومتبصر. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة: معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة، مؤكدا على أن هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المغربي وقواه الحية. وأكد صاحب الجلالة على أن قضية الصحراء المغربية تعتبر أسطورية على هذه الجملة متابعينا الكرام. وأكد صاحب الجلالة أن قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة المغربية وتتصدر أولويات سياستها الخارجية، مضيفا أن قراركم الهام هذا صائب ومتبصر. وأوضح صاحب الجلالة قائلا: فهو قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب في أقاليمه الصحراوية، مشيرا إلى أن السيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط البيع القانونية التي ظلت تربط منذ عهود سلاطين وملوك المغرب والسكان المغاربة بهذه الأراضي العزيزة على قلوبهم هي عناصر ثابتة ولا يرقى إليها الشك. وأضاف جلالته: وهو قرار متبصر أيضا كونه ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة في مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده على أساس المبادرة المغربية القادية بمنح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وذكر جلالة الملك بأنه منذ دجنبر 2020 لم تفتأ العلاقات الثنائية ما بين المغرب ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات. وقال جلالته أيضا متابعينا الكرام: فهذا الزخم الذي تشهده غير مسبوق، سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتنويع التعاون وتعزيز المبادلات التجارية، مشيرا إلى أنه مما يبعث على الارتياح أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة ما بين بلدينا دورا حاسما في هذا الشأن، لا سيما من خلال الجالية اليهودية المغربية المقيمة في إسرائيل. وأضاف جلالة الملك: إني يقين على أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل بخصوص مغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط ما بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر، وبيسعكم بهذا الصدد أن تعولوا على التزام الراسخ والثابت. وتابع جلالته: فكما سبق وأكدت لكم خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 دجنبر 2020 فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسبنا معا. وفي هذا الإطار شدد صاحب الجلالة على أن من شأن هذا اللقاء أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سوف يشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع الشعوب في المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 دجنبر 2020 ما بين المملكة المغربية، الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. متابعينا الكرام، كان هذا مضمون الرسالة الملكية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه له دعوة لزيارة المغرب، كذلك تأكيد على أهمية القنصلية الإسرائيلية في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية. متابعينا الكرام، سوف أوافيكم بالمزيد من التفاصيل إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.